تتفك معاكي بكل سهولة. شايفين؟ ايه رأيكم في جمال السمسمية وحلاوة السمسمية؟ واللون تحفة، مواخداش لون اكتر ولا اقل، اللون تحفة جدا. المقادير مظبوطة جدا، لازم تمشي على نفس المقادير اللي احنا قلنا عليها على كل معاكي مظبوطة جدا. هنا اول حاجة قلنا لازم اللون بتاع الشربات بتاعك لما تعمليه الشربات يكون لونه اول ما يبدأ في الاصفرار البسيط جدا، علشان لو زودتي اللون هتلاقيه مرر معاكي وطعم السمسم هيبقى ممرر معاكي، مش هيبقى طعمه مظبوط جدا. هتقولي لي طيب هو السمسم لازم نسخنه؟ مهم جدا ان انت تسخنيه علشان الشربات مع السمسم يكون سخن جدا. ان انت تسخني السمسم مع الشربات، تهدي عليهم النار بسيطة جدا وتسيبيهم كده زي كأنك مولعة شمعة بسيطة جدا على الشربات وعلى السمسم. الشربات ما ياخدش لون بسرعة، لازم تهدي عليه النار خالص علشان ما ياخد لون بسيط معاكي، ما ياخدش لون بسرعة ويكون طعمه ممرر ويكون لسه الكرة احنا قلنا لازم تكون كرة تمسكيها كده في مية ساقعة تلاقيها تتكسر معاكي، او تحطيها كده ببقك تقدري تكسريها بسنانك. لو لينة هتلاقيها مش حلوة، مش هتطلع معاكي، هتلاقيها قفشة معاكي في سنانك، لما تيجي تاكليها تلاقيها قفشت كده في السنان. فخلي بالك من الخطوات اللي احنا بنقول عليها، على قد ما هي بسيطة بس في خطوات لازم تمشي عليها، ولازم تشوفي الفيديو للآخر علشان تكوني مستفادة. والكربونات دي مهمة جدا لازم تحطيها. وقلنا لو عندك فانيليا علشان ما تمررش معاكي طعم السمسم تحطيها في الآخر خالص. خلاص على يعني الكربونات دي وخلاص، انت آخر مرحلة بتحط المية الورد. ويفضل ما تحطيش فانيليا سايلة علشان بتديكي سنة مرارة ولا واخدة لون. شايفين اللون ابيض زي ما هو، ولا السمسم اتحرق معايا ولا الشربات اتحرق معايا. دي قناتي، انا اسمي ماجي في المطبخ للي لسه ما يعرفنيش. اقدم دايما اكلات بسيطه اقتصاديه على قد الايد. بتمنى اللي لسه مشتركش في القناه يشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان اوصله كل جديد. مستنيه تعليقاتكم ولايكاتكم الجميله اللي بتسعدني وبتخليني اكمل في القناه. يلا بينا نبدا في الوصفه بتاعتنا السهله البسيطه. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. حاجات الحلوه بتاعه المولد النبوي، كل سنه وحضراتكم طيبين. هنا النهارده هنعمل مقادير بسيطه جدا. لو انت اول مره بتعملي مقادير بسيطه جدا، احنا ما بنعملش مقادير كبيره علشان بنعمل مقادير بسيطه. لما تعمليها وتطلع معاكي ناجحه وتمام ممكن تكبري الدار بتاعك. او من السمسم المحمص هنزل بيه السمسم بكوبايه السمسم دي اول حاجه. وهنا معايا ربع كوبايه من السكر. حطينا معايا المية والسكر مع بعض، هسيبهم كده نقلبهم كده تقليبة بسيطة خالص ومهديين عليهم النار. انا مش عايزاهم يتحرقوا بسرعة، انا عايزاها بس كده يديب السكر معايا يكون شرقان. السمسم على نار هادية جدا، انا بسخنه مش بحمصه، انا بس لازم يكون سخن وانزل بيه الشربات يكون سخن. هنا خلاص ابتدى الشربات يتقل معايا والسكر معايا خلاص داب معايا تماما. من الملح الليمون، رشة بسيطة من الملح الليمون. هنا مهدية النار خالص على الاتنين، على الطاسة دي والسمسم اللي فيها السمسم واللي فيها الشربات. وهنا معايا بولة فيها مية ساقعة علشان اختبر الشربات بتاعي صلبة، ما تكونش كورة لينة علشان ما تعملش فيه اسنان. كيش ملح ليمون، ممكن تحط عصرة من الليمون. وهنا تقليب مستمر، عايزين الاتنين يطلعوا في نفس الوقت علشان احنا هنا الشربات ما بياخدش وقت، لان احنا عاملين كمية قليلة مش كبيرة، كمية صغيرة خالص. لو بنوتة لسه بتعمل حاجات بسيطة لسه فبتجرب تجربها ان شاء الله وتطلع معاها ممتازة جدا. هنزل بنقطة كده من الشربات بتاعنا واشوف معايا الشربات كده وصل لحد فين. احنا هنا واخد لون كده فاتح كده خلاص. انا هشوف كده في همسك كده معايا الكورة، لو اتكسرت كده خلاص انا معايا كده بقت تمام. لكن لو لينة هتلاقيها لسه. هنا شايفين الكورة معايا
هنا خلاص الكورة معايا بقت تمام، بتتكسر معايا كده خلاص، بقت معايا ممتازة. هنا هنزل برشة من الكربوناتو، وهنا خلاص هنزل بالاتنين كده معايا الشربات بقي تمام. وهنا بص شايفين النقط اللي انا نزلت بيها زي ما هي، لكن لو كانت لينة هتلاقيها لانت في المية، لكن هنا الكورة خلاص بقت صلبة ناشفة معايا تماما. شايفين ناشفة جدا، يعني لو حطيتها مش هتأذي اسناني زي اللينة. كده خلاص تمام. هنزل رشة الكربوناتو بتاعت كده خلاص انا هنزل. ليه الكربوناتو بتدينا هشاشة حلوة جدا للشربات بتاعنا. هنا خلاص كده انا طفيت على الشربات، وطفيت كمان على السمسم بتاعنا، وهنزل بالاتنين كده. كده نزلت بالاتنين. تكون ايدك سريعة شوية علشان مظبوطة جدا، ولا زودنا اي مقدار زي ما احنا هنا مظبوطة جدا. يلا بينا كده معانا. وهنا معايا كيس مهرجة عادي خالص، حطيت فيه مسحة من الزيت، وهنزل بيه. هنا لو في فانيليا عندك او مية ورد، اخر حاجة دي هتنزلي بيها تماما، يعني هتنزلي بيها خلاص كده، اخر حاجة هتطفي عليها هتنزلي بيها. هنا خلاص معايا كده المقدار بسيط جدا. معايا كيس تاني، ايدك تكون سريعة شوية علشان هفرد كده معايا فرد السمسمية، بها رفيعة مش تخينة، انت اللي انت عايزاه في السمسمية بتاعتك. هنا خلاص يلا بينا نفرد كده. فردناه طبعا لو في صاج او على الرخامة عادية خالص. وهنا خلاص هنا بتقطعي ممكن زي الحجم اللي انت حابة تقطعيه مظبوطة، مثلا كده الحجم اللي انت حابة تعمليه، بتضغطي بتروح قطع معاكي بكل سهولة كده، برضو مش هتترمي لو حابة انت تعمليها مظبوطة جدا. هنا على الرز كده السمسمية بتاعتنا الجاهزة. شايفين طلعنا يعني ب20 جنيه ممكن تجيبي الكمية الحلوة دي، يمكن كمان اكتر. انا كان معاكي يبقى عرق السكر لسه ما اتظبطش. هنا طول ما اتكسرت معاكي كده شايفين بكل سهولة، لو اتكسرت بالعافية تعرفي ان هي لسه. هنا شايفين بتتكسر بكل سهولة، وطعمها حلوة جدا، وسكرها معقول جدا، كأنك مش بتاكلي حاجة سكرها عالي جدا، سكرها بسيط وطعمها حلو جدا، وكمان من غير عسل جلوكوز ولا عسل ابيض.